السلام عليكم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايه لكم بفيديو جديد، وهو ان انا بعمل روتين في البلكونه. متنسوش بقى تحطوا اللايك، عشان انا تعبت كتير كتير في البلكونه. بصراحه انتوا عارفين ان مصر يعني بلد مطربه جدا، فكل يومين البلكونه دي بتتردم تراب حرفيا. اول حاجه بقى كده انا مسكت الشيش بقى. انا اولا ممكن ارمي ميه وكده بس بصراحه ما رضيتش اخد الغطس ده قدامكم. فانا قلت ايه، يعني هنفض كده وهمسح بالحته، يكون ايه احسن واسرع يعني، واكون على الاقل ناشفه بقى، مش مبلوله كده. المهم، انا كده بنفض الشيش وبعد ما انفضه هجيب حته وهلمع بقى الشيش كله. طبعا الحتة لازم تكون مبلولة عشان خاطر كان التراب جامد قوي يعني، حتى انا نفضت لكن لسه ما زال كان فيه برضو تراب. والله يا جماعة وانا بنفض التراب كان يعني تعبني جدا، تعب صدري. المهم انا دلوقتي خلصت الشيش تنفيض، هجيب حتة بقى دلوقتي والمعه. انتوا عارفين انا اخدت قد ايه وقت طويل قد ايه في البلكونة ديت عشان انضفها؟ والله حتى لحد السقف اخدت بتاع يمكن ساعة ونص، مش هتصدقوا. يعني لمعت حتة حتة فيها كده. انا بقول لكم جبت الحتة دي، طبعا انا ببلها بقى وبعصرها كويس، وبعد كده ايه بمسك الشيش بقى كده حتة حتة بلمعه. خليته فلة فلة. والله ما خليت فيه ولا ترباية. كده انا بلمعه كويس، ريشة ريشة كده. هنا كنت ببص دايما على الكاميرا، كنت اول مرة احط الفون في البلكونة كده، كنت حاطاه على ترابيزة صغيرة كده، فكنت خايفة بصراحة كل شوية ابص عليه، خايفة لا يقع يعني او الفيديو يقف. ده روتين عميق جدا في البلكونة يعني. انا بعمل البلكونة بصراحة برمي فيها مية وكده يعني اكتر من كده بكتير، بس انا اختصرت عشان يعني قلت انا بصور وكده. آه خلي البلبطة دي اكون مع نفسي. كده خلاص انا خلصت الشيش ده. بعدها بقى انا بعمل ايه، الشغل ورا بعض ورا بعض يعني، اخلص من جزء ادخل في حاجة تانية. وكان يا جماعة الدنيا كانت حر جدا جدا يعني بصراحة. الجو صعب قوي. هنا بقى انا جبت اللي بتنضف السيراميك. لمعت السيراميك كله بيه، والله بتنضف كتير حلو جدا يعني بصراحة، وسريعة وسهلة. بس هي غلبتني شوية، كل شوية عمالة ايه بتتعوج مني، مش فاهمة بتعمل كده ليه. يمكن تاني مرة والله استعملها. انا كنت في الاول بقى ايه بجيب كده حتة سفنجة واعملها كده بالمسحوق، وطبعا كنت بدلق مية. فقلت لا بقى الم الدنيا شوية كده، بلاش ادلق مية وكده، وخليها ايه المع على الناشف كده. بس كويس يعني، البلكونة نتفت كتير برضو. هنا كنت بلمع الجزء ده.
بعد كده بقى ايه، بكمل برضو الشيش. هو تقريبا الشيش انا خلصته مرة واحدة بس، مقاطع الفيديو تقريبا جت بعد ما كنت بعمل بالمساحة وكده، مش عارفة، لان انا بمسك جزء جزء بخلصه. والله اتفاجئت دلوقتي. المفروض ان انا خلصت الشيش، رجعت ليه تاني؟ ما علينا، هخلصه. وبعد كده بقى ايه، هلمع برضو الحيطة ديت، هجيبها بقى من فوق كده من السقف لحد تحت. كده انا بقى ايه، مسكت السور. بصوا الحديد ده صعب جدا يا جماعة، بيدخل فيه تراب بطريقة غريبة. لازم امسك كده يعني جزء جزء، اقعد المعه. هو يا يتلمع كده، يا اما طبعا بحط ايه، بدلق عليه مية عشان التراب كله ينزل. بس احيانا بخاف عشان الجيران اللي تحت وكده يكونوا حاطين غسيل، فكتير بمسحه كده احسن واسهل. ما احنا برضو ما ينفعش نضر جيراننا يعني. كده انا بقى ايه، هلمع الحديد كله. كده بقى بلمع الجزء التاني. البلكونة يعني ما شاء الله كبيرة وطويلة، فالشغل فيها يعني بياخد مجهود مني بصراحة ووقت. انا مرضتش ان انا اسرع لكم في الفيديو بصراحة، كنت ممكن اسرع لكم، بس هو يعني كله على بعض كام دقيقة، مش كتير. فقلت خليني يعني اخليكم تشوفوا كده حاجة حاجة معايا، واتكلم معاكم. وهنزل لكم جزء تاني ان شاء الله في روتين الريسبشن. انا كنت عملته في نفس اليوم، يعني امبارح انا عملت الجزء اللي بره ده كله مع بعض، البلكونة والريسبشن. بس انا هنزل لكم على مرتين، لو تحبوا تشوفوه. وانا يعني عملت روتين الريسبشن، وانزل لكم، يعني انزل لكم الفيديو كده وانا بسجل بصوتي، ما سرعش الفيديو. قولولي اللي انتوا تحبوه انا اعمله. هنا خلاص كنت خلصت السور كله على ما اعتقد، يعني نضفته كله. كان ناقص بس الجزء ده اخلصه. بعد كده بقى اكيد انا يعني هعمل اللي هو السلك بتاع البلكونة. هو ده الجزء فعلا كنت بنضفه برضو. السلك بجيب الحتة كده وبنضفه، بصراحة بينضف يعني حلو قوي، احسن بكتير من ان انا برضو ادلق مية، لاني بصراحة هغرق الدنيا يعني على الفاضي. كده احسن، يعني انا لقيت الفكرة دي احلى واسهل. انا كنت الاول والله يعني ما اسهل المية بقى، بحب قوي ادلق مية وكده. والا بقى لو عملت كده في الشتاء يعني باخد لي دور برد ما شاء الله. عظيم جدا. كده لمعته كويس جدا جدا. وخلاص هوريكم بقى في الاخر البلكونة بقى بعد ما نصفت، شفتوا بتلمع ازاي؟
هنا بقى كنت بجيب الزرعتين بتوعي الحلوين. خلاص كانت الاول انتوا عارفين لما رجعت من السفر كانت ميتة خالص. الحمد لله رجعت اهي تبقى خضرة تاني، فرحت قوي لاني نزلت الحاجات الميتة الصفرة كلها، يعني شلتها، وبقيت بقى ايه مهتمية بيها، كل يوم لازم ايه اسقيها مية كده بس. وفي الزرعة التانية برضو كانت عندي واحدة في الأرض كبيرة ريحان، بس دي بقى ماتت خالص يعني. فضلت كده اهتم بيها كام يوم، لقيتها خالص مفيش، ما بتخضرش ابدا. فحطيتها برا بقى ايه برا البيت كده. بقى وريتكم البلكونة، شفتوا نضيفة خالص ازاي، والشير زي الفل، وكل حاجة نضيفة كده بتلمع بس. وده كان الفيديو النهاردة، خفيف جميل حلو زيكم. تنسوش بقى يا امارات تعملوا لي لايك وتكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي انتوا بتحبوه انا اعمله لكم. وان شاء الله في جزء تاني روتين الريسبشن ان شاء الله هنزله لكم بكره. لو عايزينه بنفس النظام ده كده اللي انا اخليه كده يعني بالراحه كده وانا بصور ويعني اتكلم معاكم، قولولي. ومع السلامه.